السلام عليكم. اليوم غنلخص الحلقة 7 و 8 وهما الحلقات الاخرين في فرونك. شنو في الحلقة 6 يونغ صونات عليه لالا ماما ومشى عندها، هاز الجويجات ديال جيهو وهاز الكاسكيط ديال 14 ومشى ناوي على خزيت. دابا غنرجعوا ايامات قبل فاش كان يونغ مشدود عند جيهو. اشنو وقع في دوك الايام؟ لالا ماما مشات لواحد المعرض اللي كانت كتوجد ليه وكتصايب دوك الطابلوات على قبلو. مشات ليه ولقات الطابلوات ديالها ما كاينينش، وغنعرف بلي داك المعرض ديال باها وعلى سلامتنا بغيت نصغرت وغنعرفوا بلي سميتها سيونغ، وبلي باها لاباس عليه بوكو حبه، عنده المعارض الشركات، مهم عنده اللي تحرق ما يتم. المهم السيده مشات لذاك المعرض لقات لي طابلو ديالها ما كاينينش، ما غاديش يعرضوهم، وقال لها باها شوفي فاش ديري طابلوات بعقلهم عيط عليا ديك الساعه غنحطهم في المعرض ديالي. موراها مشات للباركينغ ركبات في طوموبيلتها وهو يركب معاها واحد الراجل. هذا الراجل هذا هو بات سيهيون. سيهيون هو الدري الصغير اللي كانت مشات معاه لوطيل ديال يونغ في الحلقه الاولى، وهو نيت اللي صفاتها ليه. قالت ليه لالا ماما ايوا كي جاتك السويتره، واش عجبك الحال فيها؟ وراني ما نسيتكش صيفط لك الرماد ديال ولدك، واش عجبك؟ شويه وهي تخرج من الطوموبيل وهو تبعها ومشات كتجري وتبعها كيجري وهو يخبطها. وقال لها حشومه عليك، صيفطتي للحبيب بيس وقلتي للبوليس انا كنضربك وانا عمرني ما ضربتك، اشنو درت لك؟ ومن الفوق صفيتيها لولدي. شنو دار لك ولدي مسكين؟ ولدي سيهيون كان كيبغيك، كان كيتسطع عليك، ومن الفوق تيقول لك لا ماما حيت انت اللي بغيتي يقول لك بحال هكاك. ما عرفتش علاش درتي ليه هادشي، وكون غير صفيتيها ليا انا. وهي تقول ليه انت السبب، علاش ما قلتيش ليه من الاول بلي انا ماشي مو وبلي مو ولداتو وخلاتو، انت تزوجتي بيا باش نربي لك ولدك. ايوا ها انت شد، ها انا صفيتها ليه وتهنيت منه. وهما يبداو عاوتاني كيدابزو بحال الكونغ فو باندا، وهو يهز واحد الطفايه ديال الحريق ضربها قطع فيها الضو نيشان. موراها لالا ماما فاقت لقات راسها في السبيطار وفرحات حيت فاقت، حيت كان عند بالها بلي صافي راه ماتت ومشات لجهنم. السيده ما كتهدش مشات نيشان للمعرض ديال باها، وهي تلقات صاورها مرميين برا في واحد البيكوب. تعصبات بزاف وهي تصور ديك البيكوب، دخلاتها ما وقفات حتى وصلت حدا رجل باها، وهبطات وهي تقول ليه شوف راه راجلي خرج من الحبيب بيس، راه خاصك تعاوني، صيفطو برا ولا شوف اش غدير. ويقول لها شوفي الا بغيتي تمشي سيري نتيا لبرا باش نتهناو منك، ولكن هو ما غنصيفطو فين. وهي تقول ليه واخا غير يشدوا عليا حتى نمشي في حالتي انايا. ويقول لها صافي كوني هانيه. لالا ماما مشات موراها نيشان للمصبانه اللي كاينه في العروبيه، وهي تلقاها ساده، فرعات الباب ودخلات وحيدت دوك الحوايج ديالها المقلقين بالدم وعلقاتهم من المصبانه، زعما قالت ليه هاك صبنهم ومشات في حالها. لاغت ليه الصباح مول المصبانه غيلقى دوك الحوايج مقلقين بالدم، غادي يتخلع غيرجع للكاميرا وغيلقى لالا ماما هي اللي دايره داكشي كامل، وغادي يعلم بها البوليس. تشانغ مسكين خرج من السبيطار ما لقى حتى شي حد كيتسناه برا، وين بالو يونغ مسكين مريض. مشى عنده نيشان، فاش مشى تما هو يلقى لالا ماما هي اللي كاينه في لوطيل. مشى دوا معاها، قال لها واش بان لك يونغ؟ راه عييت ما ندق عليه ما حلش ليا الباب. وهي تقول لي راه يونغ راه مشى بحالو باع ليا لوطيل. ويقول لها كيفاش؟ كتفلى يونغ عمرو ما يقدر يبيع هاد لوطيل هذا، حيت قال لي غادي يبقى هنا حتى يموت كيف ما مات فيه مرته. وهي تقول ليه واش دابا انا كنكذب؟ يلا قول لي سمحي لي. قال لي لا ما غنقولش لك سمحي لي، انت كذابه، يونغ ما يديرش هكاك وانا كنعرفو من شحال هادي. وهي تدور فيه وهزت وحده من دوك القذافات اللي داير، وهي تبقى تعطيه، بدات كتعطيه حتى ولات كل هاد مايات. موراها مشات لماما نيشان للمارشي وبدات كتقطع. اش منك يا جافيل، اش منك يا المالقاطع، اش منك يا تيد، وكاع البراندات ديال تيد حطاتهم في داك الكروسه. بقات كتهز ها الصوابن ها التيد ها هذا، وكدير بحال شي حمقى. الناس خافوا منها. بومينيون كانت تما وشكات فيها، الا ماما شافتها بنص عين وهي تخلي داكشي وهربات مشات في حالها. تبعاتها بومينيون وهي تلقاها جالسه كتمنظر في واحد الجنان كاين برا ديك العروبيه. وبقات بومينيون حاضياها حتى صوناو عليها من الخدمه وقالوا ليها اجي دابا راه محتاجينك. بنت يونغ وصلها ميساج من عند تشانغ، قال لها راه باك مريض بزاف اجي للوطيل دابا. مسكينه خلات خدمتها ومشات كتجري للوطيل. فاش وصلت ما لقات حتى شي حد، بدات كتقلب. وغنعرفوا بلي تشانغ مسكين مازال عايش ورباه لالا ماما وحطاه في لاكار. لالا ماما كانت باغا تصفيها لبنت يونغ، ولكن هي تقول بلاتي خليني نلعب معاها شويه ونلعب حتى مع باها. وهي تمشي عندها وقالت لها السلام لاباس عليك كي دايره، يلا ندخلوا نتسناو يونغ انا وياك لداخل. ودخلت معاها بنت يونغ مسكينه حيت كتبان ليها دريه زعما عاديه. ونوضت لالا ماما صايبات العصير لبنت يونغ وحطاتو ليها وجلسوا كيشربوا العصير. المهم كيتذاكروا شويه وهي تقول لها لالا ماما علاش ما تصونيش على باك نشوف فين كاين. وهي تقول لها بنت يونغ واخا نعاود نصوني عليه واخا راه ما جاوبنيش. وهي تقول لها لا غير صوني. صونات بنت يونغ وما جاوبهاش باها. وهي تقول لها لالا ماما
تفو على زبل ما كيجاوب حتى على بنته. وهي تقول لها بنت يونغ واش من نيتك اختي راه كدوي على با زعما احترمي راسك. وهي تقول لها باك انا غنقول لك دابا شي حاجه غتخليك ما تبقايش كاع تحترمي داك باك. عرفتي انا وداك باك صفينا هذا البيبي بجوجنا. انا درت ليه الدواء ديال النعاس في لي باط وعطيتهم ليه كلاهم وهو ينعس. من بعد مشيت فرشت طواليت بالبلاستيك وشلطو تما. فاش شلطو جمعتو ديتو في باليزه. فاش مشيت باك جا لقى لاصوص ديال المطيشه مازال كاينه في الطواليت وهو ينقي داكشي بجافيل والصابون وحكو مزيان الله يرضي عليه وما قالهاش كاع للبوليس. وهي تقول لها بنت يونغ واش من نيتك انا الوالد ديالي ما يديرش هادشي انت هي كذابه. هي تقول لها كيفاش كتقولي كذابه باك والله حتى دار هادشي هو تيجي وصوليه. وهي تقول لها انت كذابه سالينا. بنت يونغ شويه تفكر بلي راه هي شربت العصير اللي صيبت لها ماما ويقدر يكون فيه السر ديال الناس وهي ديرها دارت بحال هكا وبحال هكا وهي تشدها بجريه. لاله ماما هزات جنويه وتبعاتها وبداو كيدابزوا برا شويه وهي تبان لاله ماما كل هاد مايات وجرى واحد باليزه كبيره. وهنا فين دوات مع يونغ وجا عندها كيجري بالخصوص لقى بنته صوني عليه بزاف ديال المرات. وفاش عاود صونا ليها ما جاوباتوش صونا على راجل بنته قال لي راه مشات عندك لوطيل. صافي السيد تخلع على بنته بزاف مشى كيجري للوطيل. هو قال لا ماما جالسه حدا لا بيسين وما مسوقاش كاع على هذا العالم. هو يقول لها شوف المصيبه صافي انا غنبيع لك لوطيل ديالي غير قولي لي فين هي بنتي شنو درتي ليها. وهي تقول ليه شوف دابا نتايا غتمشي بعدا غتعتق صاحبك راه هو كيموت في لاكاف سير ديه للسبيطار هذيك الساعه اجي عندي وغنقول لك فين كاينه بنتك. يونغ هز صاحبو تشانغ اللي كان مسكين حالته حاله وداه نيشان للسبيطار وعيط على مول السبانه قال ليه هاجي جلس معاه وجا مسكين وهو يشوف تشانغ في ديك الحاله وهو يدور في يونغ قال ليه شكون دار ليه هاد الحاله. قال ليه يونغ صافي غير سير بعاد مني راني دابا مساليش وهز طوموبيلته ومشى فحالو. صافي مول السبانه تخلع قال واقيلا يونغ اللي دار ليه هادشي. هو يصوني نيشان للكوميسير بومينيون. كوميسير بومينيون كانت اصلا قريبه للوطيل وهي تعرض ليونغ في الطريق وقالت ليها شنو كاين واش انت اللي درتي لتشانغ هكاك. قال ليها لا راه لاله ماما اللي دارت ليه هكاك وراه خطفات ليا بنتي وما نقدرش دابا ندوي بزاف راه كتسناني في اللوطيل خصني نعرف فين كاينه بنتي. ملي تقول لي شوف انا غندير البوليس غنقلبوا هاد البلاصه كامله الا لقينا بنتك هو هذاك غادي نصوني عليك. وراها يونغ رجع للوطيل ودخل كثير المسعوره وهجم على لاله ماما وقال ليها والو غتقولي لي فين هي بنتي واش صفيتيها ليها. وهي تقول ليه شوف ها الباسبور ديالي ها التيكي ديالي انا اصلا غادي نمشي في حالي للخارج وما عمرك ما غادي تشوفني. ها صاحبك عتقتيه صافي دابا غنوريك فين كاينه بنتك وغتعتقها حتى هي. شويه هما يصونيو البوليس ليونغ وهي تقول ليه لا ماما واش البوليس هادو واش انت اللي علمتيهم واش كتلعب معايا. قال لي ودي راه يكون عاد شانغ اللي علمهم يكون فاق وقال لهم عليك. وهي تقول ليه صافي ماشي مشكل مهم انا غنوريك فين كاينه بنتك ولكن راه عندي شروط. الشرط الاول هو غتخليني نتخبى عندك هنا حتى نمشي. قال لها واخا. قالت لي الشرط الثاني غتعاوني ندفن شي حاجه في الجرده. قال لها كيفاش. قالت لي ماشي سوقك غتعاوني وخلاص. ويقول لها صافي واخا مشات المهم وريني فين كاينه بنتي ودابا. وهي تقول ليه واخا يلا نمشيو. وداتو لواحد اللاك كانت محطوطه عندها واحد الباليزه كبيره وهي تقول ليه شتي بنتك كاينه في ديك الباليزه سير حلها. ويقول لها لا سيري انت هي تحليها. وهي تمشي وهي تحلها ولقاتها خاويه تصدمات. شويه وهما يبانوا ليها البوليس دايرين بها من كل بلاصه تيقول لها زيد داك الفوق راك مشدوده في حاله تلبس. وغنعرفوا بلي هذا البلان كامل اتفقات عليه الكوميسير بومينيون مع يونغ اتفقوا باش يشدوها في حاله تلبس باش زعما تمشي للحبيب بيس. يونغ مشى عند بنته للسبيطار ولقاها مسكينه حالتها حاله خرج عند الطبيب وقال ليه شوف راه بنتك لقيناها حامله ويقدر البيبي ديالها يموت مهم هي في يد الله لا هي للبيبي ديالها. الكوميسير بومينيون مشات عند يونغ للسبيطار وبقات كتصبر فيه وقالت ليه ما تخافش لاله ماما صافي غتمشي للحبيب بيس. فاش مشات بومينيون فحالها يونغ تفكر بلي لاله ماما قالت ليه ندفنو شي حاجه في الشرطه وهو يمشي كيجري تبعها وقالها ليها قال لها راه لاله ماما قالت لي راه بغات تدفن شي حد في الجرده وبان ليا صفاتها لشي حد اخر وانتم ما عايقينش بها. بومينيون فاش مشات للكوميساريه دخلت عند لاله ماما وبغات دير معاها زعما التحقيقات ولكن السيده كاع ما مسوقه لها قالت لها انا كنتسنى المحامي ديالي وما غاديش ندوي. وهي تقول لها شكون كنتي باغا تدفني في الجرده ديال اللوطيل شحال من باليزه عندك الناس كيشريو البواز ما يقدروا يجمعوا فيهم الحوايج ديالهم وانت كتجمعي فيه بنادم كله. لاله ماما بقات هي كتشوف ودايره راسها زعما ما عارفه والو. شويه تقول لها فين حاطاه ياك ما حاطاه في لوطيل ولا حدا داك اللاك ولا واقيلا حاطاه في ديك الجنان اللي كتضلي جالسه حداهم كتمنظري.
هنا لاله ماما بدا وجهها كيخضر وكيحمر وكيصفر. صافي هنا فين تعيق بها بومينيون بلي مخبيه في داك الجنان اللي كتضل تجلس فيه. وهي تمشي نيشان عند المدير ديال الكوميساريه وقالت ليه شوف راني باغا ندير تحقيقات وندي معايا البوليس نقلبوا على واحد الجيفه ديال بنادم رماتها لاله ماما في ديك البلاصه. ويقول لها اختي واش عندك دليل؟ واش عرفتي ديك البنت بنت شكون؟ قالت ليه بومينيون عرفت شحال ديال القراعيد جافيل ولا مقاطع كانت ناويه هاد السيده تشريهم من المارشي، راه باينه دايره شي كارثه. ويقول لها شوف اختي انا ماشي سوقي، انتيا ديري داكشي على مسؤوليتك. وهي تقول ليه بومينيون واخا انا غنمشي ندي معايا البوليس، واذا لقيت شي جيفه بنادم تما غادي ديميسيوني انت، ولا ما لقيتهاش انا والله حتى نديميسيوني وما غتشوفش وجهي. قال لها سيري على الله دابا نشوفوا. لاله ماما جا المحامي ديالها وخرجها وقال لها شوفي راه باك قال لك يا غتجلسي اول يا غيتبرى منك ما كتعرفيه ما كيعرفك. وهي تقول ليه شوف ديك الكوميسير بومينيون خصك ديكلاري بها، راه جرجراتني لهنا وهي ما عندها حتى شي دليل. ويقول لها وشنو غنقول لباك؟ قالت ليه تهلا وركبت الطوموبيلتها ومشات فحالها وكاع ما تسوقات. بنت يونغ قدروا يعتقوها لا هي لا البيبي ديالها ولات بخير وعلى خير وجا راجلها يجلس معاها. يونغ فاش سمع بلي لا ماما خرجت من الحبس صافي السيد صافي تخلع بزاف وخاف على بنته ويصوني على بوميليون. قال لها هذه هي الثقه اللي داير فيك وانا ثقت فيك وفي الاخر ديري بحال هكا. شوفي يا غتشدي هذيك خيتي في الحبس يا والله حتى انا اللي غنصفيها ليها. قالت ليه بوميليون اودي غير تكالما ها حنا دابا في الجان كنقلبوا على شي حد جيفاتو وفاش غادي نلقاو راه غتدخل الحبس وما عمرها ما غتخرج منه. البوليس بقاو تيقلبوا الليل كامل ما نعسوش. ناضت ليه الصباح قدروا يلقاو كاين مسكين كان مجيف ومشلط. لاله ماما مشات عاوتاني لديك المصبانه هرست الباب ودخلات وجمعات كاع دوك الشطايط اللي فيها وشعلات فيهم العافيه. هادشي كامل دارتو حيت عرفات بلي مول المصبانه هو اللي ديكلارا بها. موراها رجعت للوطيل ديال يونغ وهزت الباسبور ديالها وقالت مع راسها والله لا بقات فيك يونغ غادي نرجع مازال وغادي نصفيها ليك غير بلاتي عليك. شويه هو يدخل عليها راجلها وكان هاز ديك الجويجه ديال جيهو. وهي تقول لها لا ماما كيفاش عرفتي بلاصتي؟ قال لها راه باك هو اللي وراني بلاصتك. هي ما تيقاتوش وصونات على باها. باش صونات عليه باها ما قدرش يدوي معاها، كان حال البيسي ديالها وكيشوف تصاورها مع دوك لي سوستومات داكشي كامل اللي دارت. باها تصدم فيها بزاف وهي عيات ما تغوت ليه وتقول ليه بابا جاوبني وهو والو ما قدرش يهضر. وهي تقطع عليه التليفون وكانت معصبه بزاف. شويه هو يدخل عليهم يونغ وهي تقول لا ماما راجلها عرفتي راه داك الرماد اللي صيفط لك راه ماشي ديال ولدك راني دفنتو ولا بغيتي تعرف بلاصتو خاصك تصفيها ليونغ حيت هو اللي عاوني ونقى مورايا فاش صفيتها لولدك. صافي داك راجل لا ماما تعصب هو يدور عند يونغ ويقول له يونغ سمح لي اخويا انا راه خفت بزاف او ما كنتش مأكد بلي راه هي بصح صفاتها لي كنت كنقول باقيلا غير كنحلم وصافي. راجل لا ماما تعصب بزاف وهو يتيري في يونغ ولكن جاتو القرطاسه غير في يدو ما طرا ليه والو. وهو يدور تاني عند لاله ماما وتيرا فيها. شويه تبدا لاله ماما تقول ليه انا عجبني الحال فاش صفيتها لولدك وبدات كتعاود ليه بالتفاصيل كيفاش صفاتها ليه وبدا كيقول لها اسكتي ويلاه بغا يتيري فيها صافي ويتهنى منها. وهي تدخل بوميليون وهي تقول ليه حتى الجويجه ديالك حتى الجويجه ديالك ولا غادي نتيري فيك. والسيد والو ما بغاش يلوح الجويجه وهي تيري فيه بوميليون. شويه وهو ينوض عاوتاني وهز الجويجه وقالت ليه بوميليون راه غنتيري فيك هاد المره ويقدر صافي نصفيها ليك. شويه هو ينوض يونغ هو يوقف قدامها ويقول لها خبارك بعدا راه عنده الحق خليه يصفيها ليها هادي راه شيطانه راه صفتها لواحد الوليد مازال صغير. وهي تقول لهم بوميليون عاد لقوها خليني نشدها راه غادي تمشي للحبس وما عمرها ما غادي تخرج منه حيت صفاتها الكيم راه لقيناه في الجنان. راجل لا ماما ما تسوقش لهاد الشيء كامل اللي قالت بوميليون ويقول لها شوفي هي غتلوحي ديك الفردي ديالك هي غنتيري في يونغ وصافي. وهي خافت على يونغ وهي تلوح الفردي. موراها راجل لاله ماما دار لجهتها ويقول لها صافي انا دابا غنصفيها ليك ويلاه بغا يتيري فيها وهو ياخذ ليه يونغ الجويجه بداو كيدابزو طاحت ليهم الجويجه بجوج. وهي تهز لاله ماما وتيرات في بوميليون وبغات تيري في راجلها ولكن معاه هي ما كتعرفش تخدم بالجويجه ما عرفاتش تقادها وهي طلوحها وهربات. راجلها هز ديك الجويجه وتبعها مشى كيجري وهو يتبعهم يونغ. شويه غادي يضربها راجلها بجوج قرطاسات وغطى حنيتان في لابيسين وغيتهنى منها البلاد والعباد. صافي لاله ماما تصفات. راجل لاله ماما جاو البوليس وشدوه وداوه للحبس ولكن بات لاله ماما ما بقى فيه الحال بزاف حيت بنته هي اللي صفاتها لولد داك السيد مسكين وخلاتو مزنزن. صيفط له المحامي على حسابه
باش يدافع عليه. تشانغ ولا كيحن فيه ولدو وكيجي عنده هو وعائلته، ويونغ حتى هو خلى ديك العروبيه ومشى يسكن مع بنته في المدينه اللي تزاد عندها وليد تبارك الله وتزوجات. وبدا كيرجع مره لداك لوطيل هو وعائلته، وكيجي حتى هو وتشانغ كيزوروا لوطيل وكيشوفوه. وقال تشانغ انا هاد لوطيل هذا صافي ما بقيتش غادي نكريه لحتى شي حد. الكوميسير بومينيون ولات هي المدير الكبير في الكوميساريه. واحد النهار مشات عند جيهو وقالت ليه ديك الجويجه اللي تصفات بها لاله ماما هي نفس هاد الجويجه اللي تصفى بها الكاطورز، ولكن حنا فاش سولنا راجلها قلنا ليه منين جبتيها قال لينا ما عارفش انا غير لقيتها طايحه، ولكن انا عارفه بلي هي ديالتك. قال ليها جيهو وملي انت عارفه كلشي علاش مازال ما شديتيه في الحبس؟ وهي تقول ليه شوف انا راه عارفك انت مسكين غير ضحيه ديال داك الكاطورز، اصلا بحال لاله ماما والكاطورز راه سرهم غير الموت، ومن اليوم صافي طوي ديك الصفحه وعيش حياتك منين وقفتيها. مول المصبانه سد ديك المصبانه ودار في بلاصتها قهوه وولات خدامه ليه مزيان، ولات يدخل الصريف. وجيهو ويونغ ولاو صحابو بحال العائله. صافي هنا فين غيسالي دفروك. يلا تهلاو في راسكم الله يعاونكم.